ازيكم عاملين ايه؟ كتير من الناس اليومين دول بتدور على الكالهيبارين حقن، وللاسف هو ناقص من الصيدليات بشكل كبير. طب خلونا الاول نعرف الكالهيبارين عباره عن ايه وبيتاخد لمين عشان اللي ما يعرفش، وبعدين نقول هنعمل ايه. الكالهيبارين دي حقن مانع لتجلط الدم او بتاع الجلطات زي ما بتقول الناس. الكالهيبارين بيتكون من ماده الهيبارين كالسيوم، بياخدوه الناس اللي بتعاني من الجلطات، زي الناس اللي عندها مشاكل في القلب والشرايين والجلطات او جلطات القدم. وبياخدوها برضو الحوامل، ان في كتير من الحوامل بتعاني من تكون جلطات اثناء الحمل، فبتؤدي للاسف لعدم اكتمال الحمل او توفي او موت الجنين. طيب الكالهيبارين دي حقن بتتاخد تحت الجلد، وعلى فكره عشان اللي ما يعرفش الحقن دي ممكن تتاخد عن طريق التنقيط الوريدي، بس في الغالب بيتاخد تحت الجلد لانه بيبقى مفعوله فتره اطول لما يكون تحت الجلد، بينما التنقيط الوريدي بيبقى مفعوله فتره قليله. طب الكالهيبارين مش موجود، هنعمل ايه؟ في حاجه يا جماعه اسمها الهيبارين صوديوم. الهيبارين صوديوم هو الكالهيبارين. طبعا انت هتشوف الهيبارين كالسيوم والهيبارين صوديوم هتقولي لا يا دكتور الاثنين مختلفين. لا، الاثنين مش مختلفين. الاثنين مجرد ما بيدخلوا الدم بيتحولوا لهيبارين فقط، سواء الهيبارين كالسيوم او الهيبارين صوديوم. وانس ان هو دخل الدم، اتحقن تحت الجلد ودخل الدم، بيتحول لهيبارين فقط، بيتشال منه الكالسيوم او بيتشال منه الصوديوم. وبالتالي احنا كل اللي محتاجينه الهيبارين، فمش هيفرق معايا سواء كالسيوم او صوديوم، الاثنين هيبارين، والاثنين 5000 وحده دوليه. ما تحيروش نفسكم، ما لقيتش الكالهيبارين خد الهيبارين لحد ما الدنيا تبدا تمشي والكالهيبارين يبدا يتوفر. ولو تعمل شير للفيديو عشان غيرك اللي ما يعرفش يعرف، ولو الفيديو مفيد ما تنساش تشترك على القناه وتفعل جرس الاشعارات عشان توصلك الفيديوهات الجديده اول باول. اشوفكم على خير يا رب ان شاء الله في فيديو جديد.